مشكلي هو قدم النهارده لوحة ووقف قبال حاجة معينة، واحنا هنعرف منه وقف قبالها ليه وهو مين اصلا. مين حضرتك؟ بقدم فنان الطبيعة خالد محمد عبد الهادي. هوايتي إن أنا بجيب لمحات وأطلع اللمحات الجميلة اللي في الأحجار. دي زي ما أنت شايف أحجار عادي جدا، اه. مكسور لما بنقفله بيقفل عادي. جبت اللوحة الجمالية اللي فيه، اللوحة الجمالية حاجة أسمر، الشكل أبيض جاب معانا شكل واحدة ست زي ما أنت شايفة قدامها اه. شمعة جنبيها السما بالليل أهو مع المنظر بالليل. الشكل الجمالي ده حضرتك الحاجة دي فيه حكاية إن هي طلعت من الضلمة. احنا مش مقاطعة لكلامك، احنا شفنا الدكتور محمد الجزار بيجمع الاحجار الكريمة دي وعامل منها لوحات فعلا، بس لوحات حقيقية الزوار بيجوا يشوفوها، مش لوحات رسم. أنا بجيب اللمحة اللي في الحجر، إن حضرتك شايف مثلا الضلمة عايزة ترجعها تاني، عاملة شكل متشكلة بشكل كده فمش قادرة تطلع من الشمعة، فاتشكلت في كف إيد يشدها تاني للضلمة، هي مش عايزة تدنها معاه، دي كف الإيد يعني هي عايزة تخرج للنور وهو بيشدها تمام. للضلمة وهي مش عايزة. كلنا في الحجر ادي الكفين تلمس الكفين كده، ادي الكف الاسمر وادي الكف الابيض بتلمس بيه بحيث انها مش عايزه ترجع تاني، عايزه تطلع من الضلمه للنور. دي لمحه وأما جايه تدخل في للنور حجر بقى خلاص خلاص ما عادش